النهارده جايين نعرف الفرق ما بين ناء الفاعلين وناء المفعولين. كتير من الطلبه بيتلخبط ما بين ناء الفاعلين وناء المفعولين في حاله اتصالها بالفعل. امتى الناء لما تتصل بالفعل اقول عليها ناء الفاعلين، وامتى الناء لما تتصل بالفعل اقول عليها ناء المفعولين. تعال بص معايا، لو بعد الناء التي اتصلت بالفعل مفعول به، يبقى الناء دي ناء الفاعلين. مش فاهمك. اكلنا الطعام، ادي الناء اتصلت بفعل، اعرب اللي بعدها اعرابه ايه؟ الطعام مفعول به، يبقى الناء دي ضمير بارز متصل مبني في محل رفع فاعل. خلقنا الله، الناء هنا برضو اتصلت بفعل. طب تعالى نعرب اللي بعدها الله لفظ الجلاله، الله فاعل مرفوع علامه رفع الضمه، يبقى الناء دي ضمير بارز متصل مبني في محل نصب مفعول به. كل عليك اعرب الكلمه اللي بعد الناء. لو الكلمه اللي بعد الناء فاعل يبقى دي ناء مفعولين، ولو الكلمه اللي بعد الناء مفعول به يبقى دي ناء الفاعلين.